استخدمت بصلاية تكون حجم كبير، قطّعتها جوليان وممكن كمان تقطّعوها مكعبات، وفلفلتين كده من الأخضر وممكن فلفل ألوان زي ما تحبوا، قطّعوهم برضه بنفس الطريقة، و3 فصوص من التوم قطّعتهم قطع صغيّرة. حطيت كل ده مع بعض في بولة تكون واسعة، وبدأت بقى إن أنا أقطّع الخضار. حاولوا بقى وأنتم بتقطّعوا الخضار تخلّوه شوية كبير، يعني أنا هنا قطّعت البطاطس مكعبات تكون حجمها كويس كده، وضفتها بقى على كل الخضار اللي قطّعناه في الأول، وبعد كده قطّعت برضه الكوسة تكون دواير تكون برضه سميكة كده شوية نوعًا ما، وضفتها برضه على الخضار، وقطّعت برضه جزر وضفتهم برضه على كمية الخضار دي، كده الخضار كلّه بقى جاهز، ضفت عليهم بقى قطع اللحمة، الكمية اللي أنتم حابينها، وشوية الملح والفلفل الأسود. مش هاحط أي توابل تانية، أنا هاكتفي بس كده بطعم اللحمة مع الخضار بيبقى طعمها تحفة. قلّبت بقى كل الخضار ده مع قطع اللحمة، وهنا كنت باسخّن الفرن على درجة حرارة 200. الصينية بقى اللي هاحط فيها كل الخضار واللحمة دي لازم أول طبقة تكون فويل وبعد كده ورقة الزبدة، حاولوا ما تخلّوش ورق الفويل يتلامس مع الأكل كده مباشرةً. جِبت بقى معلقة كبيرة كده من السمنة، وبدأت إن أنا أقطّعها قطع صغيرة ووزّعتها في الصينية زي ما أنتم شايفين، قفّلت ورق الزبدة وبعد كده ورق الفويل، وزيادة تأكيد برضه إن البخار ما يطلعش، حطيت فوق كده على الوش ورقة فويل تكون مغطية الصينية كلّها. دخّلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعتين، هتطلع معاكم الخضار مستوي وريحتها تجنن، واللحمة جاية دايبة زي ما أنتم شايفين، من الأكلات التحفة المصرية التقليدية الأصيلة، لازم تجرّبوها وبس كده.